اغرب تل بالعالم. هذا التل المراه اللي ما متزوجه تصعد على هذا التل وتنزل راح تنفتح القسمه مالها وتتزوج. اول مره اسمع بهذا التل. هذا التل السبت اللي صاير بحمام علي. تعالوا خلينا نعرف التفاصيل اكثر. معقول اخوان انتم تامنون بهاي الشغلات؟ معقوله هذا التل اذا انت ما متزوج وتصعد عليه وتنزل راح تنفتح القسمه مالكم؟ هذا الحكي صحيح لو لا؟ انا مستغرب لحد الان. نفس ما تشوفون يوم جبت علاوي حتى تفتح القسمه ماله ويتزوج. ان شاء الله اكون على باب زواج. والله تعبت. شوفوا شلون المكان على هاي الصعود. معقوله ما راح اتزوج؟ يا الله. واخيرا صعدنا. فاليوم صعدت علاوي ان شاء الله. علاوي راح نخلص منه ونزوجه. لازم انزل نزله قويه حتى يتحقق حلمي. يا ما شاء الله شوفوا المنظر من قد حلو حمام علي. طبعا اكو نقطه تصعد ممنوع، بس اذا تقولوا ما اخذ صوره اخذ فيديو راح ما يقصرون وياك، يقولوا لك براحتك بس لا تتاخر. ربي يحفظ جميع قواتنا الامنيه ويحفظ شعبنا العراقي ويديم الامن والامان على امه محمد. بس هسه قولوا لي شلون راح انزل اني؟ شلون راح انزل؟ والله العظيم النزول جدا صعبه. زواج. دير بالك علاوي. العمر كبير ما انصحه يصعد. ما انصحه يصعد، العمر كبير راح يتعب وينقطع قلبه. التقينا بابو شيماء وراح يحكي لنا شويه تفاصيل عن حمام علي، عن هذا التل. يعني هذا التل مال المراه تصعد وتنزل هذا لا يعني ما ماكو هيك شيء يعني, يعني القسمه من الله. اي والله. حسب اللي فهمته من يمك انه اشارات قبل ماكو منه تل نمرود، التل الحمام، التل العراج، هناك تل النوب بالعراج. هاي نفسها بيادور هذا حجي بوقت نمرود. وقت نمرود؟ اي نمرود بوقت يعني قبل سواها اصطناعي يعني على مود عدو يجيهم شاره يعلقون شعله فوقه. صح، يعني اذا كمثلا صار عندهم هجوم او شاير يعني يعلقون نار قويه حتى ناس توصل الناس. شكرا عمو، شكرا. كل الهلا بيك. تحياتنا لك وعلى راسك. على راسي يا اخوي. شكرا. وهو اصطناعي هذا التل. يعني مو خلقه، يعني مو هم بنوه. يعني هم سووا التل. بناء من قادي، وهم بناء من تراب يعني قبل الصناعه يعني. هذا لقوا مكان عالي كملوا.